توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أن أضل أو أن أذل أو أن أذل أو أن أظلم أو أظلم أو أن أجهل أو يجهل علي. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. بسم الله الذي لا يضر في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض في السماء وهو السميع العليم. هلا هذا الدعاء مشان هيك وقت بس نطلع بالسيارة بنقوله. ايوه ايه ابوسكم انا. وقت تروحوا الصبح مع بابا على المدرسة بتقولوا؟ ايه برافو. بس اليوم رايحين على جبل التين. رايحين على جبل التين؟ ايش بدك تعملوا بجبل التين؟ بدنا ايش بدك تقطفوه؟ تين وعنا عطلة. ما في هلا ما تين. في تين بابا، هلا في خبازة. بس الحمد لله يا جماعة عنا عطلة أبدية. واو. وقف ماما. دقيقة. ايه خلاص ما بقى. هذا شو هذا؟ راحة. ارجع شوي ماما. بس كويس والله الصراحة ما زيادة يعني. والله. ماشي. الله يسعد صباحكم ومساكم وكل أوقاتكم يا رب. هون والله نهار الأحد مثل ما شفتوا إنه هيك نزلنا على البازار الأحد، بس أنا كنت فايقة الصبح هيك عملت لهم شوية فطاير هيك للأولاد وللحجة، عملت يعني فطور وقلت لهم لازم إنه نطلع اليوم أحد، بما أن درجة الحرارة كانت عنا 20. قلت لهم بدي أعمل الفطور ويعني ونطلع فورا، ما بدي افطر في البيت من كتر ما انه ضيقاني اخلاقي. اي والله قام قلنا الحجة تعال نروح على البازار هيك نجيب شوية خيار شوية بندورة طبخة شغلة عملة وبعدين بنطلع، لانه يعني قريبين على بعضهم هدول المنطقتين. قمت قلت له اي ماشي، بس هون نسيت المادة تبعت الأرض. ايه قمنا دبرنا حالنا، حطيت الكيس وحطيت عليه الأكل، بتدبر كل شي بتدبر معنا. ايه وعملت بريق الشاي وبركت، بس أنا والله الوحيدة اللي بركت في الأرض. حطيت سداشة الصلاة تبعت جوزي وحطيت هالكيس الأكل قدامي، جوزي قال بده يبرك على الكرسي. قلت لهم تصطفلوا كل واحد مثل ما بده يبرك، حرية برية. هيك نحن بنقول انه وقت نطلع على البرية حرية. هلا اهل حلب بيقولوا على البرية يا لطيف اعوذ بالله يعني مقبرة، بس نحن عنا بإدلب بنقول على البرية انه هيك بستان يعني او جبل او هيك، عرفتوا؟
اي والله هون عملنا هيك هالكاسة الشاي بقى. الله وكيلكم طلعت من البيت الساعة 1:15، ما وصلنا لهون على الجبل للساعة تقريبا 3:15. إيه هون فرط قلبي أنا من الجوع، بدي بس بقى آكل، يعني جعنا. اي والله هيك فطرنا وتهنينا هيك مع هالخضار، وهيك كانت يعني الشمس شوي طالعة، ما انه كتير. هون اولادي كل هالفسحة هيك وكل هالمحلات ما بدهم بده يبركوا بباكاج السيارة. بركوا. ونحن وقت اللي كنا بالبازار شافوا البازاليا هيك، يعني لساتها انه هيك بقرنا قرون بازاليا، يعني هن بيحبوا انه يفصفصوها. ايه قلت لهم وين ما بدكم بركوا، خلي ياخدوا راحتهم. هلا هون بعد ما خلصنا فطور هيك وطبطبت شوي، قلت لهم صار وقت القهوة، ما بيصير. شوفوا هي اول مرة هيك بساوي معكم القهوة هيك وبغليها انا على الغاز، عم بغليها، ما تقولوا لي ما بغلي القهوة. هون كنت عم بغلي القهوة غلي. اي والله انتو طمنوني عنكم، شلونكم، ايش اخباركم؟ ان شاء الله يا رب هيك بتضلوا بخير وصحة. واللي عم يشوف قناتي جديد ما ينسى هيك زر الاشتراك ويفعل زر الجرس مشان يوصلكم مني كل جديد. عن جد وقت اللي واحد هيك بيطلع على هيك مناطق انه كأنه بترتاح نفسيته شوي، يعني بيغير جو. ايه لا الحمد لله رب العالمين انا صار فيني طلعت نهار السبت وطلعت نهار الاحد، يعني هالمرة غيرت جو شوي، انه يعني صار لي انا تقريبا 3 أسابيع انه ما طلعت من البيت، يعني بيركة بهالبيت. شفت اولادي كانوا انه من غير شر مرضانين وهيك. ايه بقى مشان هيك فايقة نشيطة. نهار السبت رحت هيك، صار انه في جمعية صبايا، رحت لعندهم. ونهار نهار السبت قلت لكم ما اي صح مزبوط، نهار السبت رحت في جمعية صبايا، ونهار الأحد طلعت من البيت كمان. فقت والله نهار الأحد من الساعة 8 الصبح، قلت والله لا أقوم أنا ألحق العجينة قبل ما حدا يفيق. شفتوا العجينة ما انه بدها كتير، يعني ساعة بتتخمر. اي والله هيك. المهم انه الام بتعمل كل هالشي بس انه شي ينبسطوا اولادها ويغيروا جو. كمان قلت اخطي انه صار لهم زمان ما طلعوا. هلا هون عم بسكب القهوة بس ما تعيبوا علي، هن هدول ركاوي هالقهوة كأنه كلهم صايرين بيكبوا. ايه انكبت معي القهوة وانا عم بسكبها، بس يلا معلش عادي. المهم عنا بالبيت ما على غطاء الطاولة انكبت. هلا هون انه نهار السبت وقت انه بدي اروح، انه هون يعني انا ورفقاتي انه كل وحدة بتعمل شغلة، انه مشان ما نحمل انه اللي رايحين لعندها انه كل شي، عرفتوا؟ انه كل وحدة بتعمل شغلة وبتجيبها معها، يعني هيك بيصير انه اسهل واسهل شغل، لانه كلياتنا يعني مثل ما بتعرفوا عنا اولاد ويعني وبيت وشغل وكل شيء، يعني ايش بدها تلحق الا تلحق انه صاحبة البيت اللي رايحين لعندها. اي والله. هلا انا قبل ما اطلع على المانيا كمان كان عنا هيك جمعات مع الصبايا وهيك. ايه وهلا يعني الحمد لله رب العالمين انه يعني رجعت انه اجتمع معهم، والواحد انه يعني بيغير جو. يعني الام بحاجة انه هيك تطلع انه هي لحالها هيك تكون هالساعتين انه هي هدول ملكة، يعني هي طالعة لحالها من دون اولاد، من دون ماما بدي هيك، ماما بدي هيك. ايه بدنا نغير جو، بدنا نكسر روتين هالغربة انه شغل ومدارس وبيت وطبخة. ايه والله هيك بحكي لكم انا، انتو ايش بتحكوا لي، ايش بتطمنوني عنكم؟ هلا هون انا عملت هيك صينية جراتان. هون قسمت الفروج هيك بقسمه مكعبات. طبعا عملت للبيت صينية ولرفقاتي انه اخذتها معي صينية.
شفتوا كمان انه الحجة يعني والولاد بدهم يتغدوا، أأمن عليهم قبل ما اروح، خطي اتركهم هيك جوعانين واروح. ايه يعني نحن روحتنا للمسا كانت انه بركة الصبايا. هون قسمت الفروج وهلا شوي بتشوفوني انه شلون عم بتبله، وهون البروكلي بدي اسلقه، والبطاطا كمان بدي اقليها هيك يعني 3/4 القلية، ما بتقلوها قلية كاملة. هالأكلة سهلة وسريعة يعني فورا بتصير معكم، يعني عن جد هي أسرع طبخة أنا بحسها، يعني سهلة وسريعة، ما بدها إنه شغل كتير كتير، بس بتطالع جلي سبحان الله، يعني ما بيصير بلا جلي. يعني بدك تقسمي البطاطا وبدك تقليها وبتقسمي الفروج وتقليه. هلا في منهم ما بيحطوا لا بروكلي، لا أنا بحبها مع بروكلي. هون هلا عم بغمر هيك البروكلي مشان ينسلق. هلا ما بتسلقوه كتير كتير منيح البروكلي، عرفتوا انه مشان ما تروح كل فوايده. هلا هو لازم على طنجرة بخار، بس بقى نحن ما عنا طنجرة بخار، بقى بنحطه وبنسلقه في المي. هون هلا بدي اتبل الفروج، حطيت له هيك معلقتين خل، وايش عندكم انتو بهارات فروج يعني بيصير. حطيت له جوزة الطيب وكاري وفليفلة وبهار، وعندي انا بهارات هيك فروج للفروج، انه عندي شوية بهارات حطيت له اياهم. ايه وحطيت له مكعبين ماجي هيك فرطتهم بايدي فرط، وبلا معلقة العسل بتعرفوا ما بده للفروج ما بيصير. ما بعرف مثل ما قلت لكم من قبل انه بحس بتعطيه نكهة يعني غير. اي والله هيك كانوا مشاويري نهار السبت والاحد. انتوا طمنوني عنكم، ايش عملتوا ايش سويتوا؟ ان شاء الله يا رب هيك بتضلوا بخير. وانا بتشكر يعني وحدة من اليوتيوب انه دعمتني، الله يجزيها الف خير يا رب هيك وترزقها من عالي سماه، هي ام امير زينب. عن جد هالإنسانة يعني عن جد عظيمة، إنه دعمتني من دون ولا مقابل ولا أي شيء، يعني عن جد إنه ما في مثله. الله يجزيها الخير يا رب هيك، وتكبر صفحتها وتكبر صفحتي كمان، وترزقها وترزقنا يا رب، وترزق هيك أمة محمد. عن جد يعني هيك ناس هلأ بتلاقوهم إنه نادرين، يعني انه هيك انه تدعمني من دون انه يعني ولا شيء، يعني كلهم عاملينها انه لا انه مقابل او هيك، لا هالإنسانة انه عن جد يعني الله هيك يهنيها بأخلاقها ويرزقها يا رب من عالي سماه. اسمها هي ام امير زينب، هي يمكن هي اسمها يوميات إدلبية في حمص. الله يوجه لها الخير يا رب، شلون هيك ما دارت وجه، وترزقها وترزقنا. برجع بقلكن يعني عن جد هيك عالم يعني صارت نادرة بهالوقت. الله هيك يرزقنا حسن الخلق يا رب. وبتشكر أنا كتير من كل قلبي إنه زادوا مشتركيني، إنه وقت اللي دعمتني، وحتى إنه يعني زادت المشاهدات عندي، فالله يجزيها كل خير يا رب. وهلأ هون بنرجع لطبختنا. هلأ هون عم بتبل الفروج مثل ما لكم شايفين، وخلطته هيك كله مع بعضه، وهلأ بحطه على التقلاية. هلأ هون بعد ما خلصت تقلية الفروج والبطاطا والبروكلي، هي عملت بيركسي إلي وبيركسي للبيت مثل ما قلت لكم، وحطيت على وجهها جبنة وتركتها انه لرحت عند رفيقتي حطيتها بالفرن هيك صارت جاهزة. ايه وهلأ هون بعد ما اجتمعوا كل الصبايا، تأخروا الصبايا شوي ايه والله شوفوا هون عاملين بيتزا وخبز بفليفلة وكبة نية وتبولة وسلطة المعكرونة وتاجو وحلويات. كان في عيد ميلاد رفقاتنا، ان شاء الله العمر كله يا رب
هيك وتحققوا كل ما بتتمنوه. بس كان في صبية معنا عاملة تلبينة الرسول صلى الله عليه وسلم. عن جد أنا رح أجربها، أخذت منها الطريقة ورح أجربها إن شاء الله لأنه كتير كانت طيبة. هلا بفرجيكم إياها، أنا هي أول مرة بدوقها يعني، ويعني هي إنه يعني من على زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أكيد رح أجربها ورح أفرجيكم الطريقة كاملة. أخذت منها والله الطريقة كاملة وسألتها هذا من طحين الشعير بيعملوها. هلا هون بقلكم لا تنسوني من صالح دعائكم. هون فنجان القهوة هذا بالأخير ما بيصير بلا. هلا بقلكم لا تنسوني من صالح دعائكم. يلا الله معكم حبايب قلبي، الله معكم.